النهاردة هنتفرج مع بعض على أمهر العمال في العالم، واللي شغلهم مش بس سريع ودقيق، لا ده كمان ممتع بشكل مش طبيعي. كأن عندهم موهبة خارقة وصلوا بيها لمستوى من المهارة يخليك تتفرج عليهم بالساعات. يلا بينا. هاخد من وقتك ثانية واحدة نصلي فيها على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنا حمادة حمدي من قناتي على اليوتيوب. أتمنى دعمك للفيديو بلايك واشتراك في القناة. تخيل بيشتغلوا بالطريقة دي كل يوم لمدة 12 ساعة. مش أي حد يقدر يعمل منحوتات خشبية، حتى لو أمهر النجارين. لازم اللي يعملها يكون عنده مجموعة كبيرة من المهارات، زي العمال دول اللي بأقل الأدوات حرفيا بيعملوا شغل فاخر من الآخر. تخيل عشان الشجرة دي تبقى كده خدت سنين. العمال دول بيعملوا اسطمبات بأشكال معينة، والشجر ده بيكبر عليها. يا ترى مين اللي عنده صبر يعمل أرضية بيته كلها من عملة الفضة؟ ربنا يرزقني الصبر والقدرة المالية ومش هعمل كده برضو. الله، مع عملية الحصاد طلعت سهلة اهي. العمل الجماعي مهم بس مش للدرجة دي. 是吧？照着这个人家游着，然后朝着那个平一个视频给他的对比一下，这差不多。动作还是长开。 في مثل بيقول حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. الشاب ده بقى اشتغل في ما يحب على طول. أنا متأكد إن المحل ده عمره ما هيبقى عليه زحمة. ده سحر ده ولا إيه؟ Good job. المفروض ياخد جايزة نوبل بعد العظمة دي. الصندوق بيتفتح وبينزل على السير في جزء من الثانية. الست دي بتقوم بشغل الآلات بالملي وأسرع منها كمان. أنا حسيت براحة مش طبيعية وأنا بتفرج بس. سبحان الله، اتحولت من إيه لإيه. ورق الشاي الأخضر لازم يتجمع بالطريقة دي.
قال بيقولك ايد لوحدها ما تسقفش. امال الراجل ده بيعمل ايه؟ توضيب السفرة امر سهل، بس مش سهل لما تعمله مع عرض مذهل. سبحان الله، تحس كل طوبة عارفة مكانها فين. مشاهدته في عمل الكرواسو أحسن بكتير من أكله. متشعلق في الجو وبرضه بيمسحه بكل احترافية. البنت دي مش محتاجة قلم عشان ترسم، اديها مكوة حرارية وهي هتعمل لك عظمة. دي اكتر فيديوهات بحب اتفرج عليها، بتريحني نفسيا مش عارف ليه. – 13 ثانية كانوا كافيين لتقشيرها بالكامل. اهي الطريقة دي تثبت لك انه من امهر العمال فعلا. الموضوع اشبه بالعصاية السحرية اللي بيمشيها على الحاجة بتتعمل. لو في جايزة الأمهر عامل في العالم هنديها للشيف ده اللي بيعمل 5 وجبات في وقت واحد. ما تقنعنيش ان في عمال عادية هتعمل روبوت زي ده، لازم يكونوا خارقين. بيقطع العجين اكنه بيقطع خضار. من السرعة تحسه ما بيقلبش الصفحة أساسا. أول مرة أعرف إنهم بيعملوا أسوار الحديد بالطريقة دي، وحتى لو في طريقة تانية فدي أفضل بكتير صراحة. الباب بيتحول ل 180 درجة. سرعة، مهارة، احترافية، زي ما تقول قول. حد عارف بياخد الحتة الخضراء بس ليه؟ أتحداك لو كنت تعرف الطريقة دي في تنظيف الكرنب. لازم اللي يضغط ضغطة التاني يضغط زيها.
دي الطريقة اللي بيعملوا بيها صيانة للسكة الحديد. مش شرط يبقى معاك برجل في الشغل، لأنك ممكن تتصرف زي العمال دول. النقاش ده فنان. العمال دول بيعملوا حاجة عمري ما شفتها وهي بتتعمل، أو ما كنتش متخيل إنها بتتعمل بالطريقة دي. لو وصلت لحد هنا يبقى الفيديو عجبك، وأكيد لو عجبك مش هتبخل عليا بلايك واشتراك في القناة. نتقابل الفيديو الجاي إن شاء الله. رب الخير لا يأتي إلا بالخير. سلام.